هلا وهلا. أكلتنا اليوم هي مطبق جزر أو تمن جزر، أكلة كلش مشهورة عندنا بالعراق. للي ما مجربها خلي يجربها لأن طعمها مميز جدا. هاي الأكلة هي عبارة عن حشوة بيها جزر نخلطها مع التمن. الجزر أني ثارمته ثرم متوسطة، راح أراويكم حجم القطعة. هاي الأكلة بها لحم، أنا بهيجي أكلات ما أستخدم اللحم المثروم، أجيب لحم شرح وأثرمه، وهمين القطع ثارمتها أني حجمها متوسط. وياهم بصل، البصل همين ما ثارمته ناعم. والمكون اللي راح يعطيني ريحة وطعم وشكل مميز جدا هو الشبنت. هذا التمن راح أضيف له هواي بهارات. البهارات اللي راح أستخدمها طبعا أكيد ملح، ويا كاري وكركم فلفل أسود وكمون. والبهارات اللي راح تعطيني طعم مميز لهذا التمن هي بهارات النومي بصرة، راح أخلي منها ملعقة شاي ونص. طبعا كل هاي الحشوة راح أسويها، راح أخلطها بعدين مع التمن اللي أنا راح أطبخه على صفحة. أول شي هسه راح أسوي، راح أسلق اللحم وخليه يستوي، وأسلق الجزر. طبعا تسلقون الجزر يستوي بس يعني ما يصير كلش لين، يظل بيه قوام. راح نثرم الشبنت ناعم، وراح ننقع التمن حتى نحضره للطبخ. أول شي أنا أسوي بأي حشوة هي البصل. خليت زيت لما حمى بديت بالبصل. البصل لما يذبل ويتغير لونه راح أخلي عليه الجزر شوية قوي، راد لفترة يظل على النار. تخلون الجزر تقلبوهم فترة، يلا بعدين تخلون عليهم اللحم والبهارات. ورا ما ضفت هذا كله راح أنص النار وأخلي عليهم قبق حتى يتهدرون سوا. لما تبدي ريحة البهارات تطلع والشكل إنه هم عبالك مثل اللي استووا، راح أضيف لهم بالنهاية الشبنت ما يراد لفترة طويلة كلش على النار. أرجع أخلطهم سوا، وأني منصي النار أقبقهم وأعوفهم فترة دقائق وتصير الحشوة جاهزة. حتى نسوي التمن راح نضيف له مي وزيت وملح. لما ينشف مية راح أخلي له أني شوية صبغة الزعفران حتى يطيلون حلو. وهسه نوصل لآخر مرحلة عندنا بعمل هذا الطبق. راح أخلي التمن على الحشوة اللي سويناها، وراح أخلطهم كل زين. بعدين أخلي عليهم القبق، أنص النار وخليهم يتهدرون سوا لمدة 5 إلى 10 دقائق، ويصير الطبق عندي جاهز. طبعا ريحة هذا التمن فتشي مو طبيعي، طعمه رهيب، طعمه غني، كله لحم وجزر وطعم الشبن، طعم البهارات، الخليط فتشي مو طبيعي. لازم تجربوه، وألف عافية.